بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم ارحم أبي واغفر له واجعله من أهل الجنة يا رب. اللهم ارزق أبي الفردوس الأعلى في الجنة يا رب. اللهم اجعل قبر أبي روضة من رياض الجنة يا رب، ولا تجعله حفرة من حفر النار. السلام عليكم، صباح الخير ولا مساء الخير، نتوما الوقت اللي راكم تشوفوه في هاد لا فيديو. وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس. مرحبا بكم في قناتي الجديدة كويزين نبيلة ديزاد. هذه قناتي الثانية. قناتي الأولى بالنسبة اللي ما يعرفوش واللي يدخلوا معايا جدد هي مطبخ وتدابير أم إياد، وهذه قناتي الثانية راح نشارك معكم فيها كذلك روتينات وصفات إن شاء الله برك تعجبكم. اللي ما تعرفنيش انا نقول لكم نبيلة، ام زوج اطفال، عندي اياد ولينا، وكذلك انا امرأة عاملة يعني خدامة. لكن الهواية تاعي الطبخ. نشارك معكم تدابير روتينات ان شاء الله راح تستافدوا كامل من لي فيديو اللي راح نحطهم لكم باذن الله في هذه القناة. برك ما تنسونيش بالدعم والتشجيع، وما تنسوش ديروا لي جيم لا فيديو وتخليوا لي تعليق من التعليق نتاعكم الطيبة. وبلا ما نطول عليكم نبداو بسم الله على بركة الله في الروتين نتاعنا. وهنايا وريت لكم واش نفطر في الصباح. انا من عشاق التاي، ما نشربش الحليب، نحب التاي مع الصباح ونحب معاه حاجه مالحه، ما نحبش حاجه حلوه. برك هنايا كنت درت كيكه تاع الدانات، كليت طريف، لكن انا نحب الحوايج المالحين، خبز وزيت كسره، لفتات، هادو الحوايج اللي نحب ناكلهم. وانتم قولوا لي باش تحبوا تفطروا. ومباشرة بديت في الخدمة تاع الدار. كما تعرفوني ما صورت لكمش يعني كلش. هذا النهار كنت فرغت السرير تاع ولدي، كنت خبيت الحوايج تاع الصيف وجبت الحوايج نتاع الشتاء. والسرير نتاعو شوفوا باش مسحته بهذا ايكو منظف مطهر ومعقم، وهو كذلك 14 واحد يعني عنده عدة استعمالات راح تشوفوهم معايا في الفيديوهات الجايين ان شاء الله. هذا المنظف المعقم بزاف هايل، روعة روعة روعة. شوفوا لي ما زلت ما جربتوش غير تجربوا. هنايا رحت نمسح به الكرسي تاني تاع بنتي. كما كنت تشوفوا يعني هاد البرودوي يعني ما نحكي لكمش، روعة. كي تجربوه راح تعرفوا على قدا نقول لكم هكا. وموش اشهار البنات، اني شريته بدراهمي. لكن الحاجة شوفوا في القناة هذه، الحاجة اللي تكون مليحة ونستعملها انا راح نهضر لكم عليها كي يكون اشهاره وباين، فهمتوا؟ كان انا هذا راني شريته بدراهمي. شوفوا المنتوجات الثانيه اللي نستعملها. هذا امير، هذا هو متعدد الاستعمالات، لكن انا نديرو نمسح به الزجاج. روعه، ثاني يخرج الزجاج يشعل. وايكو اللي كنت حكيت لكم عليه، يعني ايكو هذا قادرين تستغناو على المنتوجات كامل. هذا شوفوا تمسحوا به السجاج، تمسحوا به ليطاش الا كان داروا لكم، كلش ديروه، فهمتوا؟ رايحين تستغناو تمسحوا به كذلك الاثاث للمبل نتاعكم. وهذا لوغاج معطر الاقمشه ولا الملابس ولا انا كنت نستعمل اودوريس يعني درته، لكن هذا لوغاج الازرق هايل هايل هايل، ريحته تهبل. هنا رحت نمسح الغبرة. كنت عارفوا يعني الغبرة كلاسنا، شوفوا تمسحوها اليوم الغدوة تقولوا والله ما تمسحت الغبرة هذه. هذه هي. ومن بعد وليت لي سانيتير. شوفوا انا هنايا الحوض تاع الحمام عزكم الله نمسحو بالبطره. الجال هذا تاع البطره روعه، ينظف، يعقم لكم واحد الريحه ما نحكي لكمش. والحوض نتاعكم يطلع يشعل يشعل يشعل. لكن ما جربتوش شريوه وجربوه. وهنا شوفوا ايكو هذا نحطو دايما على العيون نتاعي، يطلعوا يشعلوا، يمد لهم واحد اللمعان ما تقدروش تيماجينيو اللمعان اللي مدها الحنفيات نتاعكم. جربوها وشوفوا. هنا رحت اسبريت الارضيه، يعني ما صورت لكمش كلش، لقطات تحفيزيه بركه.
اسبيريت كلش، انا نسبيري قبل لي طابي الارضيات، ومن بعد باش نولي نمسح مسحه خفيفه. هنايا كانت يعني الدنيا نظيفه، حطيت شويه تاع لو جافيل وزدت هذا الجل ماجيك خاص بالارضيات تاع الخزامه، يهبل يرجع الارضيه تاعكم تلمع، خاصه لا دال دو سول. هنا جيت نشارككم شويه من الطياب اللي طيبته. هنا كنت درت لهم فلفل محشي غير بالروز برك. الروز هذاك وما فيه والو، درته مع قليت البصله وضفت له الروز ومرقته شويه بالماء كي طاب الروز، ونشف حطيت له الملح فلفل الكحل شويه كركم. هذا ما كان وحشيت به الفلفل، وهذاك الفلفل قليته ودرت صلصه طماطم عاديه كيما نطيبوا لاصوص طوماط. وليت جبت المول هذاك اللي يدخل للفرن، حطيت الطبقه الاولى هي صوص طوماط، وزدت حطيت الفلفل، حكمت هذاك الفلفل قشرته صراحه هنا والله ما كنت حنقشره لهم. كنت مزروبه ديك النهار، كنت خدامه عن بالكم حتى دخلت العشيه خلاص درت لهم هذاك الفلفل، والله ما زلت نشفى كيما اليوم. قلت والله ما نقشره لهم، خلي هكا كل واحد يقشر تاعو. ومن بعد وليت قلت خلي نقشروه خلاص، قشرته. زدت حطيت له صلصه الطماطم من فوق، وحطيته شويه في الفرن حوالي 10 دقائق هكاك، وقدمته لهم. وشهية طيبه يجي يهبل. لكن حبيتو في الروز هذاك ديروا شويه تاع الدجاج اشي ولا شويه تاع الفيون داشي، ديروا يجيكم روعه، يجي يهبل يهبل. يعني ساهل مالو ما يديلكمش خلاص الوقت. يعني راني نشارك معكم هكذا وصفات على السريع، وكاين وصفات تانية راح تلقاهم بالتفصيل بعد نحطهم لكم كل وصفه يعني وحدها. هنا تاني حبيت نشارك معكم لا سوب اللي راني نديرها لبنتي. شوفوا درك راهي كملت 8 شهر ودخلت في التاسع. لا سوب الشي اللي عندكم هو من الاحسن تستعملوا الخضروات اللي تكون خضرة، فهمتوا؟ اللي تكون خضرة كيما نقولوا جلبانة، الاخر اللوبيا الخضراء، كيف اسمه، السلق، سلطة. يعني اي نوع تاع الخضر يكونوا عندكم ديروهم. كيما هنا كان عندي شويه تاع شوفلوخ حطيت لها وحده، البورو، اللوبيا خضراء، حبه تاع لفت، بطاطا. هنايا هذاك النهار درت لها الدجاج. شوفوا درك انا ندير لها الدجاج، ندير لها اللحم، ندير لها الحوت، نشري لها الحوت، وكذلك صفار نتاع البيض، ونطيب لها لاصوب عادي ونميكسيها لها. هنايا الكومبوت درت تاع التفاح واللونجاس، ودرت لها 2 حبات نتاع التمر. انا عندي هاد الاله تاع البيبي كوك ندير لها، ومن بعد نولي نميكسي كلش. نتوما الا كان ما عندكمش الاله هذه عادي غليو هذوك الفواكه طيبوهم في الماء ووليو ميكسيوهم. شوفوا انا الصباح في الكوتي تاع العشرة مدلها حبه تاع البنان، الموز، نمعسها لها مليح بالفرشاطه، ونعطي لها واحد تاع الياغورت الطبيعي، ونضيف لها جلانيه مرحيه. الكوتي تاع العشيه تاع 3 تاع العشيه نمد لها الكومبوت اللي كنت درتو بالفواكه، وواحد تاع البتي سويس، ونحط له فيه شويه تاع الججلانيه، ونمد لها تاكل. بالنسبه للعشاء انا صراحه والله غير قاعده ندير لها العشاء. هو نورمالمون يقول لكم العشاء تبداوه على 9 شهور. يعني راني درت اخطاء بزاف كما قال لي البيدياتر، راح نهضر لكم عليهم في الفيديوهات الجايين ان شاء الله ونفهمكم. هنا صحيت صورت كنت درت المونتاج للفيديو وما درتش برك لا فوا اوف، تسمى حبيت نهضر لكم هنا. لكن الفيديوهات الجايين راح نقول لكم واش قال لي البيدياتر باش هكا ما ديروش الاخطاء اللي درتهم هنا. شوفوا هنا العشاء راح نمد لكم برك افكاره. درت لها المحلبي، درت كاس تاع الماء، ندير له 2 مغارف معمرين تاع ارز يكون مرحي، تخلطوهم بارد في بارد، تحطوهم على النار وخليه واحد ثاني يطيب مليح الرز هذاك ويعقد لكم. انا كي طابلي هنايا راح نضيف لها شويه تاع الحليب نتاعها اللي تشربوا. انا ندلها نوخسي، مهم اي حليب يشربه ولدك ضيفيه لهداك المحلبي، ديري له شويه. تقدري تضيفي تاني زيت الزيتون في المحلبي عادي جدا، واعطيو لولادكم يتعشاو. انا نمد لها محلبي وبو تاع البتي سويس هذه في العشاء.
زين نعطيكم فكره واحده اخرى. العشاء تقدروا ديروا لا بيغي. هنايا درت لها البطاطا حلوه. كنت غسلت الحبه هذيك تاع البطاطا مليح، قشرتها، نولي نقصها ونحطها في هاد، قلت لكم عندي الاله هذه تاع البيبي كوك. اللي ما عندهاش عادي غليوها في الماء حتى نطيب لكم، ووليو ميكسيوها. كي تميكسيوها زيدوا لها، تحبوا الحليب تحبوا زيت الزيتون، هنا يرجع لكم الاختيار يعني كيما حبيتوا. طيبوها برك مليح. وكما قلت لكم انا في الوجبه تاع العشاء نمد لها هاد البطاطا البيغي اللي كنت درتها لها، ووحده تاع البتي سويس. هنا في يوم واحد اخر درت تكتوكه تاع اللوبيا خضراء. وش نقول لكم على البنه، بزاف بزاف بنينه. رايحه نشارك معكم الوصفه في الفيديو الجاي باذن الله، حنديرها لكم بالتفصيل. وهنايا كذلك كنت درت لهم في نهار واحد اخر، او مش في نفس اليوم، كنت درت لهم كبده على طريقه المطاعم الشعبيه. درتها لهم ساندويتش، ما نحكي لكمش على البنه. الكبده تغسلوها مليح، تقصوها، تقليوها في الزيت، تحطوا لها شويه تاع الثوم، الملح، فلفل الكحل ورشه تاع الكمون. كي تقليوها مليح هنا يجيبوا نص كاس تاع الماء، وضيفوا له ملعقه صغيره تاع الطماطم المصبره، ضيفوها للكبده تاعكم وخليوها طيب، وخليوها حتى تعقد. خليو فيها شويه تاع لاصوصه، ما تخليوهاش ناشفه. علاه؟ درك تشوفوا علاه. قليت هنايا البطاطا مقليه. كي قليت البطاطا مقليه نولي نحطها في هذيك لاصوص، حطوها في هذيك لاصوص وخليوها تدي هذيك البنه نتاع لاصوص. ما نحكي لكم، شوفوا واحد الساندويتش يجيكم تاع الكبده، جربوها، يجي روعه روعه روعه. في القناه نتاعي الاولى اللي كنت شاركت معاهم الوصفه هذه، في الاخر درت لها رشه تاع المعدنوس. وجيبوا لي الخبز عاديه، هي نديروها في خبز عادي، اللي يحب الهريسه يدير لها الهريسه ويحط فيها هاد الكبده والبطاطا. واستمتعوا لي بالبنه. بنه انا هنا كانوا بقاو لي زوج تاع خبز التورتيه درت فيهم الساندويتش، والساندويتش الاخر درت فيه الكبده. هو ويجي هكا شهيتكم في الجنه، تجي بزاف بنينه. درك وصلنا الى نهايه لا فيديو. نتمنى ان الروتين تاع اليوم يكون نال الاعجاب نتاعكم، حفزكم شويه. نتمنى نكون عطيتكم افكار تدابير، وانتم تاني ما تبخلونيش بالدعم نتاعكم وشجعوني بجام لا فيديو، بارطاجيوها مع حبيباتكم وصحاباتكم. ودرك ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه، في امان الله.